تعالوا نعمل فراخ مشوية بس بتتبيلة خاص، يعني ما اعتقدش انك شفتيها قبل كده. فيها تكات بسيطة وسهلة. هنا انا حطيت الفراخ في منقوع المحلول اللي احنا بنعمله. نقعناها في ايه؟ محلول النقع عبارة عن سكر اساسي ومعلقة سكر كبيرة لو هي فرخة، وكم وكيلو دبابيس. هي فرخة معايا كاملة 2 كيلو وكيلو دبابيس. حطيتها في محلول النقع، سكر وملح وليمون. عندك ليمون حطي، ما عندكيش اكتفي بالسكر والملح وحطيهم. يعني من 5 ل6 ساعات 4 ساعات محلول النقع. لو مستعجلة قوي ساعتين، ما تستعجليش عليه. بصي هي نطرت اي حاجة جويها. بعد ما تحطيها في محلول النقع ده ما بتحتاجيش، يا دوبك تشطفيها حاجة بسيطة. بصي بتنطر اي حاجة جواها، سواء ريش. هنا الوراك طبعا انا قلت لك مكان الزفرة قبل عن كده، منزله فيديو على صفحتي. هنا حته من المؤخره لازم اشيلها. الاماكن الزفره في الفرخه انا شايلاها ومنضفاها كويس جدا اهي. هنا انا حطيتها في محلول النقع وشلتها. هعيد عليها بقى تنظيف كويس جدا، نزلت الدم والزفره اللي فيها. التتبيله بقى بتاعتها ايه؟ بصل، فص واحد من الثوم، طماطم، فلفل، فص يعني قرن فلفل احمر سبايسي، وفلفل اخضر. انا ما بحطش في التتبيله لا خل. الفراخ ما بيتحطلهاش خل خالص، الخل بيثبت ريحه الزفاره. ولا ليمون في التتبيله، هي مش سمك عشان احط لها ليمون او خل. لا، انا في تتبيله الفراخ انا ما بحطلهاش ازيد من الحاجات دي. احطها في الخلاط مع ربع كوبايه بسيطه من الميه واضربها. هنا بقى احط التوابل، وركزي معايا في التوابل. معلقه سكر كبيره مطرعمه، معلقه ملح كبيره مطرعمه، لان انا حاطه دي فرخه 2 كيلو وكيلو دبابيس. تمام. توابل فراخ من عند العطار، رشه بسيطه من النعناع بيدي لها طعم وبتبقى خطيره. عندي نص معلقة صغيرة كمون، ودي مهمة جدا بتدي طعم جميل. شوية التوابل اللي هحطهم لك دول خطار. هنا التتبيلة التوابل اللي احنا كنا عاملينها، رشة حبهان بسيطة على طرف المعلقة، مع رشة كوبيبة صيني، مع رشة ورق لورا طحنينهم، فلفل اسمر، حاجه بسيطه. ما تكتريش الفراخ، مش زي اللحمه بتحب الفلفل الاسمر. كزبره ناشفه، جنزبيل. تمام كده. وحطي بقى الحاجات اللي احنا ضربناها في الخلاط، ودعاكي الفراخ دعكه كويسه. حاجات ديت والتتبيله دي بتودي الفراخ في حته تانية خالص. نص معلقه صغيره الجنزبيل بيخلوها تحفه. هتحطيها هتخليلك، والنقع بيخلي أنسجة الفراخ تتشرب. طبعا معلقة السكر دي أساسي مع التتبيلة أو في النقع، والملح. عندك ليمون، شرايح ليمون حطي، ما عندكيش اكتفي بالحاجات دي. بس أهم حاجة ما تحطلهاش خل عشان الزفارة. ودعكيها دعكة كويسة. دخلي التتبيلة دي تحت الجلد فوق الجلد، خطيرة. انا في طالما هشويها يبقى انا محتاجة الجلد اهو. بتبلها، احطها في التلاجة، اغطيها واحطها من 4 ل6 ساعات. انا هنا كنت بالليل حطيتها، بس نسيت احط حاجة هقول لكم دلوقتي. ربع كوباية صغيرة زيت هحطها عليها. ليه؟ بتخليها جوسي وطعمها تحفة، يعني بتطر الأنسجة. في ناس بتحط زبدة تحت الجلد، بس هتبقى مكلفة جدا. بلاش. هي ربع كوباية صغيرة كده زيت، وهغطيها واسيبها من بالليل يستحسن عشان تشرب التتبيلة. مش قادرة تسيبيها من بالليل تقدري تخليها 4 ساعات. المهم تخليها في التتبيلة. والمحلول النقع ده لازم تطولي المدة، بتنزل بقى الدم اللي فيها والزفار. تمام. انا هنا خلاص كنت تاني يوم هحطها. هرصها ازاي؟ اهي هرصها. الجلد مهم جدا طالما هتشويها في الفرن. هتغطيها بالجلد كده، هترصيها رصه كويسه وتغطيها بالجلد. الجلد انا محتاجه له، بينزل الدهون اللي فيه، فبتبقى طعم الشوي احسن. بعد كده تقشري الجلد. احنا كده كده ما بناكلش الجلد. امتى ما بحتاجش الجلد؟ لما اكون هعملها في الحله بصلصة زي كباب الحلة كده، اقطعها واشيل الجلد من الفرخة كله، اخليه، او معاها رز.
انا ما بحتاجش يعني، هبقى انزل لكم وصفة الحلة الواحدة، اكلة في الحلة الواحدة رز مع الفراخ، بس بشيل الجلد. لكن هنا طالما هشوي انا محتاجة الجلد. بقية التتبيلة بقى هحطها عليها تديها طعم خطير. اهي انا ضربة طماطم يعني بتاع 3 طماطميات، مش كتير، احنا مش هنطبخها. هنا بقى هدخلها الفرن، الرف التحتاني طبعا درجة حرارة عالية. في نص يعني قربت تدخل على على التحميل، لقيت ايه السوائل بتاعتها كتير. انا نقصتها في طبق صغنن، يعني كبشتين كده من السوائل، وسبتها تنشف، حطيتها تاني في الفرن. شايفين؟ خطيرة. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والمتابعة. بقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة، اتمنى تقدروا ده، انكم تحطوا لي لايك ومتابعة. لو حبيتي وعجبك فيديوهاتي، ما حبيتيش خلاص. اهي شايفين هي قد ايه جوسي وتحفة خطيرة. طبعا انا عندي سواء الفرخة محملة 2 كيلو برضو ما شاء الله، والدبابيس حوالي 5 دبابيس كيلو برضو محملين مليانة، فاستوت وبقت خطيرة. شايفين؟ كمان اللي بيسرع عملية السوى لو جايباها فريش، محلول النقع او التتبيله بتاعتها، فهي برضو بتسرع عمليه السوى. طعمها خطير، والصوص اللي تحت دوت بيخليها خطيره. الله، حقيقي تحفه تحفه. وبتستوي وتبقى زبده معاك شويه الزيت. تقدري تعملي بالصوص اللي احنا نقصناه دوت شويه مكرونه محمره، هتبقى غدوه خطيره سريعه وخطيره. شويه ملوخيه هتبقى تمام قوي. اهي شايفين؟ تحفة، مستوية وخطيرة، تحفة. طبعا الجلد بنشيله لما نيجي ناكل، لكن طالما بتشويها مش هينفع نحطها من غير